لكن مش معقول، انا مش مصدقة فعلا. هو ايه ده اللي انت مش مصدقاه؟ في حاجة ولا ايه؟ قريت بوست كده على الفيسبوك غريب جدا، مش عارفة، مش مصدقاه، مش مقتنعة، مش معقولة ان في حد اخلاقه كده يعني. طب احكي بقى، يلا شوقتيني، ايه الستوري دي؟ في ايه البوست ده؟ هو واحد كاتب بوست على الفيسبوك وبيحلف وبيقول ان القصة دي حصلت معاه فعلا. بيقول ان هو مرة راح فرح وهو قاعد كده بيبص، راح شاف المستر بتاعه اللي كان بيديله في ابتدائي. طبعا فرح وقام سلم عليه، ازاي حضرتك يا مستر، عامل ايه، فاكرني؟ رد عليه المستر، قال له، بص له كده، قال له لا بصراحة انا مش فاكرك. قال له حضرتك كنت بتديني في ابتدائي وانا ليا قصة مشهورة قوي حصلت في الفصل، اكيد حضرتك فاكرني. قال له لا. قال له انا عملت موقف مع واحد زميلي في ابتدائي بهزار كده، وسرقت الساعة بتاعته، وحضرتك ساعتها اصريت تفتش الفصل كله، ولما فتشتنا كلنا كان وشنا للسبورة، وحضرتك طلعت الساعة من جيبي، ومع ذلك كملت تفتيش لغاية اخر واحد، وبعدين قلت لنا اقعدوا اماكنكم ورجعوا، ورجعت الساعة للولد، وما قلتش مين اللي سرق، ما قلتش خالص ان انا اللي سرقتها. طبعا اول ما حضرتك طلعت الساعة من جيبي انا اترعبت وقلت خلاص انا اتفضحت ومش هقدر ادخل المدرسة تاني، وهيبعت استدعاء ولي امر ويقول لبابا وماما وهتفضح بقى. بس حضرتك ما عملتش كده خالص، وطول فترة ابتدائي انا متوقع تبعت لي تكلمني تسألني تقولي عملت كده ليه. حضرتك ما عملتش اي حاجة من كده، بس انا من ساعتها قررت ان انا ما اخدش اي حاجة مش بتاعتي حتى لو بهزار. الله، فعلا موقف حلو قوي، وفعلا ليكي حق ما تصدقيش، فعلا صعب نشوف حاجة زي كده اليومين دول. الغريب بقى كمان ان المستر قال له تصدق يا ابني، طبطب عليه كده وابتسم وقال له تصدق ان انا دلوقتي بس اللي عرفت انك انت اللي سرقت الساعة دي. انا اصلا لما فتشتكوا انا كمان كنت مغمض عينيا عشان ما اكشفش ستر اي حد فيكوا واحرجه وحسسه ان هو يعني عمل حاجة فظيعة او كده ويفضل حاسس بالعار وبالفضيحة وكده. قال له انا كنت مغمض عينيا ومعرفش مين اللي سرق. انت عارفة انا مش مصدقة ليه؟ انا من كتر الحاجات الوحشة اللي بشوفها والفضايح اللي بتتشير على الفيسبوك، واي حد يلاقي خبر حد عمل حاجة وحشة يشيرها ويتكلم ويقول، بقيت فعلا مش مصدقة ان في حد ممكن يبقى كويس بالشكل ده. فعلا احنا محتاجين الاخلاق دي جدا. عارفة المشكلة كمان في ايه؟ المشكلة ان احنا لما بنفتح اللي بيعمل الغلط ده هو بيتجرأ وبيعمل غلط اكبر بعد كده، لانه خلاص ما بقاش خايف. حتى لو في الاول بيبقى خايف بينه وبين نفسه ان الغلط يتعرف، احنا اول ما بنعرفه ان احنا عرفنا خلاص بنشيل عنه الحاجز بتاع الخوف ده وبيتجرأ، فبيعمل الحاجة الاكتر بقى، او الغلط الاكبر بقى، مش خلاص مش بيهمه بقى، خلاص بيبجح بقى. محتاجين ناخد بالنا فعلا، خصوصا ان في ناس بتاخدها ان هي حاجة حلوة ان انا اتشهر بقى حتى لو بعمل حاجة غلط او حاجة تغضب ربنا، لا عادي بقى، ما انا هتشير وهبقى ترند وكده. فمحتاجين فعلا ناخد بالنا من حاجة زي كده، ما نشيرش كل خبر يقابلنا كده وخلاص ونفتكر ان دي حاجة كويسة. ربنا يهدينا بقى، فعلا كل واحد بقى يبدأ بنفسه ان هو مش اي حاجة يشيرها، مش اي، ولو فضيحة ما يخلي باله ان هو ما ينشرش الاخبار الوحشة دي، حتى عشان الجو العام كده ما يبقاش كده كله حاجات غلط في غلط، ونلاقي نفسنا ان احنا دايما محبطين ودايما خايفين.